اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. ما تنسنيش بدعمكم بقى يا جماعة باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان اوصل لكم كل جديد، عشان عيلتي تكبر بيكم وان شاء الله بإذن ربنا كده وقناتي تكبر بيكم. هنا عندي نص كيلو من الموزة. تمام. عندي هنا حلة على البوتاجاز فيها مية وفيها ورق لورا وحبهان وبصل. تمام. غطيتها هنا وسبتها تغلي. وعندي كانت شوربة خطيناها في الفريزر. تمام. خطيت الحلة وخطيت المي الشوربة عشان ايه؟ عشان تلجة هي وتسيح وكده، عشان نحط بقى فيها القرطم. تمام. خطينا هنا بقى كنت بقطف البقدونس والكزبرة والحاجات دي عشان للجرطم. تمام. ما تنسونيش بقى بدعمكم يا حبايبي والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تمام. هنا كنا احنا يوم الجمعة بقى كان عندنا خبيز وكل حاجة كده، كنا خبزنا وقطعنا كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كانت المية بقى غلت. خطينا نص كيلو اللحمة بسم الله ما شاء الله، يعني كانت كتيرة وحلوة والحمد لله، يعني نعمة ورضا. وغطيت الحلة، خطيت اللحمة وغطيت الحلة. تمام. كانت الشوربة الحلة التانية كانت غلت. وهنا بقى خطيت الثوم. تمام يا جماعة، خطيت الثوم زي ما انتوا شايفين معايا حضراتكم. هنا خطيت الثوم وسبتها بقى شوية كده، غطيتها عشان تغلي مع بعض. ونحط بقى ايه؟ الكربوناتو. تمام. حطينا معلقة الكربوناتو بقى، وبعد كده هنحط الجرتو. وكانت مع التوم كان في شطة خضراء، لو انتوا مش عايزين حطوا بقى الحمرا، لو مش عايزين خالص عادي، بس عشان تظبط معاكم في الطبيخ تبقى طعمه حلو. هنا كان خطيت الجرتم مع الكزبرة والبقدونس اللي احنا نقيناها وكل حاجة. تمام. وغطيتها. تمام. قلبتها كده تقليبة خفيفة كده وغطيتها وسبتها تغلي مع نفسها. خطيت بعد كده خطيت مع ربع معلقة كربونات فوقيها تانية وغطيتها. تمام. ما تنسونيش بدعمكم يا حبايبي والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنا كنت خلصت بقى وفركتها. تمام. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، في ناس بتخلطها عادي في الخلاط، واحنا بس عندنا المفرك الحديد دي بسم الله ما شاء الله سهلة وحلوة وجميلة. هنا كان عندي البامية الناشفة وعندي حباية دقيق كده، وجيت بقى فركتها بقى وخلصت بسم الله ما شاء الله حلو. هنا كنت بعمل الرز بقى. حطيت الحلة على البوتاجاز وحطيت زيت وشعرية وقلبتها، ورحت خطيت بقى حمرت معايا، ورحت خطيت 3 كوبايات بقى الرز وقلبتها كتير جدا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. متنسوش دعمكم بقى معايا يا حبايبي. هنا كنت حطيت خلاص الفلفل والملح والمية خلاص كده على الرز وغطيتها. تمام. هسيبها تغلي وهوطي عليها. هنا عندي كانت البصل قطعتها كده، وهعمل صينية بطاطس، وقطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين دواير، ورحت خطيتها يا حبايبي كده رصيتها. وبعد كده هحط الفلفل وهحط بقى ايه، هحط الشطة وهحط الطماطم زي ما انتوا شايفين معايا حضراتكم كده. كنت برص بقى البطاطس بسم الله ما شاء الله، يعني اعملوها نفس طريقتي دي جميلة جدا. هنا كنت قطعت الشطة، ولو عندكم فلفل خطوا، انا ما كانش عندي فلفل خطيت شطة وخطيت الطماطم دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنا كنت خلصت بقى الطماطم ورصيت كده. هنحط بقى بعد كده ورق لورا، وهنحط ملح وفلفل، وهنرش الزيت عليها شوية. هنا زي ما شايفين يا حبايبي ورقتين اللورا بسم الله ما شاء الله. في كل طبيخ بيبقى الطعم حلو. هنا خطيت الملح
احنا عندنا الملح بندقه بقى بالكزبرة وكده. عندنا بقى خطيت الملح بالكزبرة بالفلفل، وخطيت الزيت هنا بسم الله ما شاء الله. بتحطوه بعد كده على البوتاجاز، وبقى بتصفي المية مع بعض، وبعد كده بتحطوا بقى الشوربة، تزودوا بقى الشوربة. هنا حطيتها على البوتاجاز يا حبايبي، سبتهم بقى. هنا كانت عندي بصلة قطعتها في الحلة، حطيت ورق لورا، حطيت الزيت. هنعمل بقى سبانخ بالرز هنا يا حبايبي، تمام زي ما انتوا شايفين. خطيت توم، فصين توم بالشطة بقى زي ما احنا كنا عاملين، وملح وفلفل، وقلبتها كده لغاية ما صفرت معايا. وحطيت نزلت بقى بالشفشف العصير. وهنا كانت اتسبكت، وكنت قطعت بقى السبانخ وبالكزبرة والحاجات دي، قطعتها تقطيع صغير، ورحنا حطيناها وقلبناها شوية، دخلناها مع الطماطم وخلينا تستوي شوية، قلبتين كده. وبعد كده هنحط عليها شوية رز، يعني زي معلقتين رز او 3 معالق زي ما تحبوا انتوا، بس احنا بنحب ساعتها بقى بنقلل الرز، يعني معلقتين حلوين. تمام. هنا كنا قلبناها تمام زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وهنحط هنا عليها الرز. متنسوش دعمكم معايا وقناتي عشان تكبر بيكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. كنت غسلت هنا ادي معلقتين الرز، غسلتهم ورحت حطيتها عليها وقلبتها بقى، وهبتدي اغطيها شويه. وبعد كده بقى هتحطوا الشوربه، تزودوها بقى بالشوربه، تزودوها ميه لو عندكم برضو دهنه بقى بتقلبوها بالبصل وكده، بس انا اكتفيت بالشوربه يعني. هنا حطيت لها الميه وكل حاجه. كانت الشوربه الشوربه، وقلبتها وسبتها بقى تستوي مع نفسها. كانت هنا البطاطس بقى خلاص استوت معايا بسم الله ما شاء الله، يعني كانت بطاطس هايله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والطعم روعه. هنا كنت حمرت اللحمه تمام. كان ده بقى اكل يوم الجمعه، فانا ما نزلتهمش ليكم يوم الجمعه، نزلته النهارده، معلش على التاخير يا حبيبي، كان المفروض انزله يوم الجمعه. بسم الله ما شاء الله، استباركت معايا اللحمه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعمه وفضل الحمد لله من عند ربنا، كله حلو خالص. تمام. هنا كنت حمرت بقى التوم بقى عشان هنعمله في السبانخ، في الجرتو سبانخ، اسفه، في السبانخ. تمام. حمرتها بعد ما خلصت خلاص اللحمه. تمام. حطيتها في نفس الزيت. كانت هنا بقى بسم الله ما شاء الله فركت القرطم، وخلاص كده بسم الله ما شاء الله. الطبيخ كان هايل، وادي الخبيز معانا خلصناه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش دعمكم بلايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس. السلام، مع السلامه.